بحس بغضب واستياء واكره جسمي. طب خربانه خربانه وشكرا للدايت. انت عاوز تخس او اتحكم اخد منجاره جميل، امنع الاكل تشبعني. انت اصلا بتاكلي وانت شبعانه، ولا حتى خدت منجاره اشتغلت على الاكل العاطفي، لا انت خدتيها بس. فبرضه شبع عالي ومفيش الاكلات اللي تسكن المشاعر. علشان كده مع اي نظام تغذيه انت محتاج نظام تغذيه ماشي مع شغل الايموشنال ايتنج، ماشي مع نظام الاكل العاطفي بتاعك. هو انت عندك كميه مشاعر مكتومه مش عارف تشتغل عليها، وعندك قناعه انا اندبندنت وومن، انا المفروض اكون قويه. قويه انت غلبانه. انا غلبان، انا ضعيف. هو رب وخلق الانسان ضعيفا. يعني إيه قويه؟ انا في السنتين اللي فاتوا جالي مشكله مناعيه بسبب الاسترس، ومغمقه وشي شويه. جالي حاجه اسمها حزاز، ده من كتمان المشاعر. ابدا احكي لكم ان شاء الله فيديو كامل على السنتين اللي فاتوا. ده من كتر الاسترس، وانا كنت شخص بكتم جوايا، وكنت فكر ده انا قوي، وكنت اي مصيبه تيجي ابلعها وابتسم للحياه لحد ما المناعه ضربت. اللي كتمان المشاعر بيضرب مناعه وفيبروميالجيا والتهابات في الجسم وروماتايد وبلاوي سودا واكل عاطفي واضطرابات طعام. فالكلام ده كبير. امال ليه عمال ينتشر كميه امراض نفس جسمانيه رهيبه؟ كتمان المشاعر مش طبيعي. اللي بيعبر عن مشاعره ويحس بالخذلان والغضب وبياخد حقه، هذا هو اكثرهم قوه من اللي بيكتمها جواه. ما انت بتكتم مشاعرك بتحول كريفنج اكل، هتعملي ايه؟ سمعت الكلمه من حماتك بلعتيها جواكي، عاوزه تبلعيها باكله حلوه. طب وبعدين دايت، الدكتور بقى كانت اكله حلوه، فتكتمي الغضب جواكي وتقعدي بغضبك بقى.